درامي ربيعة بعد الهدف الملغى في اللحظات الأخيرة الحكم احتسبه بداعي التسلل، وكان الأهلي في طريقه للتعادل في هذه المباراة. رامي ربيعة يعترض طبعا وما زال يعترض على قرار حكم المباراة، لكن في الختام الأهلي في مباراة اليوم خسارة جديدة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة، يخسر خسارة جديدة اليوم أمام فريق أورلاندو بايرتس، الفريق الذي يقدم مردود ولا أروع في مشوار هذه البطولة. والأهلي طبعا هناك كثير من علامات الاستفهام على أداء النادي الأهلي. إذن الأهلي يخسر الخسارة الثانية في مشواره في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. أي نعم تأهل إلى دور الثمانية، لكن هناك كثير من علامات الاستفهام أمام هذا الاهتزاز في المستوى من مباراة إلى أخرى ومن شوط إلى آخر، وتحديدا في الشق الدفاعي. أعود بالكلمة إلى الكابتن وائل والكابتن سامي الطرابلسي للحديث عن هذه المباراة. كابتن وائل، الأهلي اليوم متأهل قبل هذه المباراة، الأداء قلنا في الشوط الأول غير مقنع، التشكيلة غير مقنعة، لكن يعني الأداء في الختام والخسارة أمام فريق أورلاندو بايرتس تحمل الكثير من علامات الاستفهام أمام النادي الأهلي. فعلا شكل حزين جدا للنادي الأهلي ومنظر سيء للاعبي النادي الأهلي، وإن أنت تتغلب مباراة زي كده على أرضك يا أحمد ووسط جمهورك. ولكن احنا قلنا احنا في مرحلة فيها اهتزاز نتائج، ممكن ما تأديش وتكسب، وممكن تلعب وما تكسبش، وممكن ما تلعبش وما تكسبش زي النهارده. انما في مشاكل كتيره اتكلمنا عليها زي الاصابات. غير الاصابات النهارده في اخطاء دفاعيه كتير في التمركز من المدافعين بالذات. يعني انا قلت لك الفتره دي هتبين معدن اللعيبه كويس اللي تستمر او ما تستمرش. لا انت اولا حته المدافعين تحديدا، وانت كنت احد افضل يعني مدافعين النادي الاهلي عبر التاريخ. اليوم تقييمك لثنائي الدفاع في الاهلي او منظومه الدفاع في النادي الاهلي بعد هذا الاهتزاز في المستوى في كثير من المباريات، اخطاء دفاعيه ساذجه. طبعا اخطاء سهله جدا ان كان يتم تلافيها، انما بتحصل. اللعيبه مش مركزه في الوقفه الدفاعيه بتاعتها، اخطاء من اغلب المدافعين النهارده. مش عايز ادوس على اللعيبه زياده يا احمد، انما في مشاكل كتير موجوده، في مشاكل، ما احنا عاوزين توضيح كابتن، في مشاكل كتير موجوده وكل حاجه واضحه. وقلت لك كلمه المره اللي فاتت والمره دي بقولها لك تاني، في لعيبه لابد ان يحصل غربله في النادي الاهلي، لابد ان يحصل تطهير لبعض العناصر في النادي الاهلي، يعني ما اثبتتش ان هي على عندها الكفاءه ان هي تكمل في النادي الاهلي. زائد طبعا انانيه في الجانب الهجومي من بعض اللاعبين في الفريق. كان ممكن قرارات تكون افضل من كده في الجانب الهجومي. وسام افضل العناصر وافضل اللاعبين، ولكن الكره ساعات عنده عادي، ممكن عنده زيه زي اي لاعب كوره، والنهارده الكره معنداه في اكتر من فرصه كان ممكن يسجل. انما هو العنصر الوحيد اللي انت تثق فيه ان هو يسجل. طب هل الاهلي بيستغل وسام بشكل جيد؟ يعني اللعبه بتسنده بشكل جيد؟ الاهلي ما بيستغلش، بيغذوه بشكل جيد بالكرات. الاهلي ما بيستغلش وسام بشكل جيد. لو بتستغل وسام بشكل جيد، وسام اولا في الكرات الهوائيه ممتاز، صحيح، العب له كرات عرضيه ما بيحصلش، لان انت عندك اطراف سيئه جدا. امام عاشور هو اكتر واحد ممكن يساعد وسام، ما بيعملش الدور ده بشكل جيد. كولر وتغييراته، يعني عشان ما نحملش كل حاجه على اللاعبين، لا هي المنظومه كلها فيها مشاكل. كولر وتغييراته النهارده، يعني انت في اخر تغيير بتاع اكرم توفيق، يعني فرقه محتاجه تكسب على ارضها تنزل اكرم في بدل ما تنزل المهاجم اللي عندك اللي هو كهربا اللي موجود عندك، حطوا ليه في دكه البدلاء طالما انت مش هتعتمد عليه. بالظبط. زائد ان طبيعه لعب اكرم، شوف اكرم في الهدف الاول يا احمد، لو جبنا الهدف الثاني اللي دخل في الاهلي، شوف الضغط بتاع اكرم من البدايه. مش ممكن لاعب عنده الخبره دي كلها ويغلط الغلطه دي. وحتى طريقه دخوله على الكوره بجسمه، لا يعني سهل قوي، مش ممكن ابدا ان انت رايح تترقص بالشكل ده. ده واحد خلاص. زائد موضوع التجديد والانتقال والكلام ده، انا مش مع ان هو كان يلعب النهارده اصلا يا احمد خالص. يعني في الوقت الحالي، ومن يومين ثلاثه حصل له مشكله مع الجمهور واحتك بالجمهور وقال حاجه على الجمهور. انا مش مع ان هو كان يلعب مباراه النهارده. ف
حاجات كتير غلط محتاجة. أنت لديك الكثير من الحديث، أنا عارف كده. يعني طبعا الأهلي علامات استفهام كبيرة أمام دفاع النادي الأهلي مشاهدينا في هذه المباراة، لكن هناك هدف سجل للنادي الأهلي وتم إلغاؤه بداعي التسلل. كابتن سامي، رأيك التحكيمي والفني في هذا الهدف؟ والله حسب ما شفت أنا، حسب رأيي ما هوش تسلل، ما استفادش. لو خذاها الكرة من الخصم معناتها مباشرة تكون تسلل، لكن الكرة جاءت من زميله، من زميل نتاعو، معناتها هو التمركز نتاعو. أنا حسب رأيي ما نعرفش، نشوف اللي كونه ما هوش تسلل. ممكن هو اعتبر لكونه راجع من تسلل واستفاد من الوضع نتاعو، ما دام هو رجع من تسلل فعلا. هو رامي كان في موقف تسلل، كان في موقف تسلل، لكن التمريره اتته من وسام، لكن وقت خذا التمريره من زميله معناتها حسب رايي ماهوش تسلل. المفروض ان هي لعبه جديده كده، صح كده؟ كده لعبه جديده، داخل في لعبه جديده خلاص. يعني لما استلم الكوره وسام على صدره خلاص دي لعبه جدد اللعبه. انا بالنسبه لي هدف سليم 100%. طيب تقييمك لاداء النادي الاهلي كابتن، والاداء الدفاعي تحديدا، اعيد الكلام على الاداء الدفاعي. هل مشاكل دفاع الاهلي هي مشاكل فرديه في قلب الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم، الرحيل طبعا اللي اثر تاثير كبير على دفاع النادي الاهلي اللي هو القائد بالمعنى الكلمه للدفاع، ام ان هناك خلل في منظومه الدفاع بالكامل في فريق النادي الاهلي؟ هو شوف، هو دائما الربح يغطي كل شيء، يغطي العيوب ويغطي المشاكل. انا بالنسبه لي اول حاجه ثم اشكال على المستوى الانضباط. لاعبين داخل الملعب ما ثم حتى انضباط. كابتن وائل حكى على الفرديه والاشياء الفرديه والفكر الفردي، هذه جايه من قله الانضباط معناتها. من المفروض ثم تعليمات تعطى